ضحايا طب بيطري جامعة القاهرة، تاني وتالت ورابع وعاشر ومليون. الكلاب اللي طلعت الهرم، مجموعة الكلاب اللي طلعت الهرم، العالم كله اتكلم عنها، اعلامنا في مصر اتكلم عنها، جميع القنوات، اكبر القنوات اتكلمت عنها. واللي حصل في طب بيطري جامعة القاهرة اين الاعلام منه؟ اناشد كل مسؤول اتقدم له ورق رسمي بخصوص الانتهاكات اللي حصلت في جامعة القاهرة، طب بيطري جامعة القاهرة. ارجوكم 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 التحرك قانونيا، لان اللي عمل كده لازم يتحاسب، بداية من اللي لمهم من الشوارع وراح سلمهم للجامعة وللي كان بيحصل في الجامعة. اتقدم لحضراتكم ورق رسمي من جمعيات حماية رسمية، وتقدم لحضراتكم أدلة مصورة من طلاب من داخل المحاضرات. أرجوكم 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 من فضلكم وناشد ضمايركم، الورق اللي تقدم لكم رسمي، أرجوكم اللي عمل كده يتحاسب. لحد الآن اللي عمل كده ما تحاسبش، لحد الآن كل ما من هو أذى مخلوق ضعيف مفيش قانون يحميه ما بيتحاسبش. أرجوكم اصدروا قانون لحماية المخلوقات الضعيفة اللي عايشة معانا على الكوكب.